منتج لو صورته بالتليفون هيبقى شكله بشع. ليه؟ لانها شكلها طبيعي شويه. طب الناس اللي عايزه تشتغل اي كوميرس، عايزة تشتغل بقى تفتح براند لنفسها، سواء بقى مجال ملابس أو أي مجال عامة، وما بتلاقيش كرييتيفز. طب إيه الكرييتيفز أصلا؟ أما الكرييتيف هي الصور والفيديوهات، حاجة اللي هتنزلها في الإعلان. طيب أنا معايا منتج ولا معايا كاميرا ولا معايا معدات تصوير ولا أي حاجة، منتج لو صورته بالتليفون هيبقى شكله بشع. طب أعمل إيه؟ أول حاجة لازم تيست، ده كده كده يعني. الف في لازم تيست على اي حاجه، كريتيف بقى حلو مش حلو ايا كان لازم تيست عليها. ممكن ايه لعل وعسى تجيب لك مبيعات كويس. ليه؟ لانها شكلها طبيعي شويه. في حاجات تانية في حاجات تانية، في منصات كتير جدا بالذات لو انت بتبيع برودكت مشهور، منصات كتير جدا بتعمل عنها فيديوهات، بتعمل عنها ريفيوهات، TUGC في كل حاجه. طيب مش في مصر، بره، عشان الناس تقول السرقه والسرقه، او يبقى بره مصر وناس منزله فيديوهات اصلا بتعرض منتجاتها، لان معظم المنتجات طبعا لو منتج مشهور قوي ساعات بيبقى جاي منين؟ من الصين والكلام ده كله. خلاص ما مش لاقي برضو، دخلت على المنصات الصينيه كلها مش لاقيها برضو. خلاص خش على الاي اي. هتقول لي ايه هي بقى منصات الاي اي اللي انا اقدر اعمل عليها مثلا صور وفيديوهات والكلام ده كله؟ لا، وعايز ببلاش، صح؟ عايز ببلاش. اكتب لي في الكومنتات جوجل وانا هقول لك اسمه ايه. وهتشتغل على النانو بداله كمان، مش هتشتغل على اي كلام يعني، حاجه بيرفكت طلع لك صور بيرفكت. بعت لي دلوقتي على الكومنتات او بعت لي مسج اكتب لي فيها جوجل وانا ابعت لك لينك النهارده.